صباح الخير عليكم، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. جيتكم فيديو جديد ووصفه جديده كيما راكم تشوفوا. مقروض بزاف بريستيج وجي هايل لمناسباتكم. مع جاي العيد ان شاء الله هكذا تحضروا وصفه تقليديه. نبداو على بركه الله. في المقادير عندنا 3 كيلو تاع سميد يكون متوسط، نص كيلو تاع الفارينه، كيلو تاع سمن غير صباع ونكملوا بالباقي زيت، وعندنا شويه تاع ملح وشويه تاع لافاني، وعندنا نلموهم بما زهر ولا نلموهم بما زهر وما مخلطين. فوالا كيما راكم تشوفون نحطوا لهنايا لا كونتيتي تاعنا نتاع السميد. وشوفوا كيف راني قسمت عليها هذاك نص كيلو تاع الفارينه. لهنايا ضفت شويه تاع اللافاني وشويه تاع الملح، نزيد نضيف عليها جلفلانيه محمصه، تكون محمصه مليح باش تمد لنا لوغو بزاف بنين. فوالا كيما راكم تشوفون نخلطوهم غير كيما هكا ونبداو نبسسو فيه. فوالا نبسسوه مليح يا البنات. وشوفوا هنا نكمل في الكيله تاعي تاع الزيت، نبسسوه يا البنات ونخليوه. اذا درتيه الصباح خدميه العشيه، شكليه العشيه، واذا درتيه خليه، واذا درتيه في الليل خليه يبات الغدوه ان شاء الله باه تشكليه هكا باش يتشرب مليح بالزيت تاعو ويجي كل حبه مبسه على جهه. فوالا شوفوا معايا لهنا انني خليته يرتاح، ولهنايا جبتو وبديت هكذا بليتو وطميتو كيما راكم تشوفوا. لهنا نبدا كي نشكل فيه نزيد نشوف اذا نقصوا الماء، نزيد ما زهر مع الماء. اللي عندها ما زهر وتحب دير غير ما زهر تقدر دير، انا هكا باش نقتصد لكم. فوالا شوفوا معايا ندير غير بالكونتيتي بالطرف هكا اللي راح نخدمه بركه. ولهنايا البنات المقروض جامي تعجنوه، غير دخلوا فيه بركه. فوالا ما تعجنوهش. هذا هو القوام اللي يولي عندنا. ولهنايا الغرس تاعنا ولا التمر المرحي كيما راكم تشوفوا انا كنت داويته، درت له جلجلانيه، درت له شويه تاع القرفه، درت له شويه تاع الحليب باش تنحالو هذيك الحموضيه تاعو، ولميته بالماء زهر عجنته مليح وخليته. لهنايا كورتهم كويرات وزنتهم شطون. والعجينه نتاعي راح نوزنها 30 غرام. تقدروا تنقصوا على حساب شكل الحبه تاعكم وشكل المول تاعكم، فوالا كيما حبيتوا. كيما ثاني تقدروا المول تاعكم الغرس تاعكم ديروه 15 بركه. لهنا نجيبوا الكعبه تاعنا تاع الغرس تاع العجين نحلوها كيما هكا، نحطوا كل دويره تاع الغرس في وسطها. فوالا كيما راكم تشوفوا نكوروهم هكا، نمدوا لهم هذاك الشكل، نخدموا لا كونتيتي كامل على بعضها، ومن بعد باش نروحوا نطبعوهم. لهنايا يا البنات نجيبوا شويه تاع زيت نحطوها كيما هكا، ونجيبوا المول. انا خدمت بهذا باش يعطيني شكل بزاف مليح. لهنا نغسلوا المول تاعي كامل في هذيك الزيت. تحبي تجيبي بانسو وتخدمي بها كما حبيت تقدري ديري بالطريقه هذه اللي راني ندير بها انايا. فوالا ونحطوا الكعبه تاعنا ونطبعوها كيما راكم تشوفوا. سهله ماهيش حاجه اللي صعيبه ولا حاجه اللي راح تطولي بها. فوالا لهنايا نعجنو يكونوا زوج كيما هكا في بعضاهم، نعجنو نشكلوهم ونضمو هكا حتى يدي هذاك الشكل تاعو. فوالا ونحطوه لهنا في الفرن، في المول اللي راح يدخل لنا للفرن. الطياب تاعو ما لازمش يكون في هذاك اليوم يا البنات، كي تخدموه خليوه يبات والغدوه ان شاء الله باه تقدروا طيبوه. فوالا انا نستمر هكا نكمل كامل لا كونتيتي تاعي. راني ما زربت لكمش الفيديو هكا باش تشوفوا كامل اللقطات ومع بعضنا نخدموهم. فوالا نكملوهم كلها كيما هكا. شوفوا معايا شكله كيفاه جا بزاف هايل وبزاف راقي. ديروه للعيد ولا ديروه اللي راح يجيبوا لهم المهيبه ان شاء الله، كل واحد واش عنده فرح ولا للنجاحات ان شاء الله. هكا نبدلوا شويه من المقروض هذاك تقليدي ونديروا هذا زيو بريستيج وشكله تقليدي والعفوا وذوق تاعو تقليدي، يعني ما درناش باللوز ولا. اللي هنا نديروا هذه الفتوحات هذه هكا باش ما يتنفخناش ويخرج منه هذاك الهواء كامل. فوالا ندخلوه للفرن كيما قلت لكم نبيتوه باش غدوه نقدروا ندخلوه للفرن. كي ندخلوه يطيب نعسوه هي البنات حتى يحمر لنا مليح لهنا على لي كوتي. وفوالا نجيبوه هو يكون سخون والعسل تاعنا يكون بارد.
نروحو ديريكتومون نحطوه. انا العسل درت تاعي، انتم استخدموا اي واحد عندكم، ولا تقدروا ما تحبوا طيبوه. اذا حبيتوا الوصفه تاعو نقدر نحط لكم في فيديو واحد اخر. فوالا لهنايا شبحيه باي حاجه عندك وحطيه في الكيسات وشوفوا معايا هذاك المنظر بزاف هايل. نتمنى انكم تجربوه وترحلوا لي ارائكم في التعليقات، وما تنساوش فعلوا زر الجرس هكذا باش يوصلكم كل جديد. ابونيو وبارطاجيو مع صحباتكم. نتمنى ان نتلاقاو في فيديو واحد اخر مع العيد ثاني ان شاء الله. راح نقدمها معاكم حاجة أخرى هكا للنجاحات للعيد إن شاء الله ثاني لأفراحكم. جايين موسم الصيف فيه الأعراس. وسلام.